في كرة القدم في لاعبين تنحفر أسماءهم في أذهان الجماهير حتى ولو ما سووا شيء كبير، وفي لاعبين صنعوا المجد بأقدامهم ونسيتهم الأضواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين صحة وسلامة. اليوم قصتنا عن واحد من أكثر اللاعبين المظلومين إعلاميا في كرة القدم، اللاعب الذي جاب بطولات بحذائه وصنع مجد لأندية ومنتخبات، ومع كذا نادرا ما يذكر. هنا تبدأ قصة أنخيل دي ماريا، الرجل الذي لم يحتج الإعلام ليصبح بطلا في الظل. طبعا يا إخوان، حابب أذكركم بشيء مهم. طبعا إن شاء الله بإذن الله هذه السلسلة بتكون مكونة من كرة قدم، يعني أجيب لكم أخبار كرة قدم، أجيب لكم عن لاعبين، عن أفضل 10 لاعبين، عن لاعبين مراهقين، يمكن عن كرة القدم بشكل عام. بإذن الله بتكون هذه السلسلة كذا، تابعونا. والآن قبل ما نبدأ القصة لا تنسى اللايك والاشتراك لنصل 10,000 مشترك، باقي لنا قليل ونوصل، يعني يمكن باقي 500 مشترك ونوصل 10,000 مشترك. هذا بفضل مين؟ بفضل الله، ثم أنت أيها المتابع. سوي اشتراك، طيب لايك، اشتراك، تعليق، شوف رأيك. ولد دي ماريا في روزايو بالأرجنتين سنة 1988 بالتحديد. بسبب حالته المادية اشتغل مع أبوه في مصنع فحم وهو طفل. أمه كانت توصله للتدريب بالدراجة الهوائية كل يوم عشان ما يتغيب. بدايته الكروية كانت في روزايو سنترال عام 2005، وبعدها في 2007 انتقل من روزايو سنترال إلى بنفيكا في البرتغال. لعب هناك 76 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع كثير. صار معروف بسرعته ومهاراته العالية وتمريراته الحاسمة. وفي 2010 انتقل إلى نادي ريال مدريد ب 25 مليون يورو. ساعد الفريق بالفوز بدوري الأبطال سنة 2014 وكان أفضل لاعب في النهائي. تمريراته لكريستيانو كانت أسطورية وصار صانع اللعب الأول في الفريق. لكن المفاجأة، تم بيعه بعد نهائي دوري الأبطال مباشرة، لأن نادي ريال مدريد قرر يشتري خيميز رودريغيز بعد تألقه في كأس العالم. طيب، بعد ريال مدريد تتوقعوا فين انتقل؟ انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد سنة 2014 بقيمة 75 مليون يورو. وكانت هذه الصفقة كانت أغلى صفقة في تاريخ النادي في وقتها، في زمنهم، يعني في زمن 2014. بدايته كانت ممتازة، سجل وصنع أهداف كثيرة، لكن بعد حادثة سرقة منزله تأثرت نفسيته وهبط مستواه. تم انتقاده في قسوة بالإعلام الإنجليزي، وتم مغادرته بعد موسم واحد في هذا النادي، يعني غادر في 2015. طيب، غادر لمين بعدين؟ غادر لنادي باريس سان جيرمان سنة 2015، وكانت هذه أفضل من أفضل فتراته. واه يا جماعة، والله اللي تعبت وأنا أتكلم. طيب ليش ما سويت لايك؟ ليش ما سويت حتى الآن؟ يعني ما سويت، جالس تتفرج للفيديو ما سويت لايك ولا سويت تعليق ولا سويت أي شيء. اشترك بالقناة، يلا يلا، مستني لك أنا. خلصت؟ 2000 years later. سويت صح؟ شكرا حبيبي. يلا خلينا نكمل. ساعد الفريق في حصد الدوري الفرنسي وكأس السوبر كلها، يعني سجل أهداف حاسمة وصنع لنيمار ومبابي مرات لا تعد. في دوري الأبطال كان نجما في وصول باريس للنهائي في 2020، لكن كالعادة الإعلام تجاهله. طيب،
نروح للمنتخب. كان البطل الحقيقي للأرجنتين طبعا بعد ليونيل ميسي. بعد ايش؟ بعد ليونيل ميسي. يعني في ناس الآن تقول يعني ميسي فين كان، فيني مدري ايش، ما لي دخل. هو كان البطل الحقيقي بعد ليونيل ميسي. صح، ميسي كان يسوي كل شيء، ميسي كان النجم الأول في الأرجنتين، يصنع يهدف كل شيء. بس دي ماريا كان دائما الورقة الحاسمة في المباريات الكبيرة. أجيب لك بالدليل. نهائي الأولمبياد 2008 سجل هدف الفوز، ونهائي كوب أمريكا 2021 ضد البرازيل سجل هدف الفوز برضه. دي ماريا جول جول دي ماريا. وفي نهائي كأس العالم 2022 اللي كان بالنسبة لي أفضل نهائي في العالم في التاريخ في كأس العالم. لا أنا ما تابعت كأس العالم كله، بس تابعت 2022، تابعت المباريات كامل. طيب خلينا من الموضوع هذا. الحين في نهائي كأس العالم 2022 سجل دي ماريا هدف، وكان الافضل في الشوط الاول، وكان افضل لاعب في الشوط الاول. طبعا افضل لاعب في المباراه كان كيليان مبابي، هذا اكيد، بس في الشوط الاول كان دي ماريا. شوفوا، كل ما الارجنتين احتاجت لاعب يحسم في الاوقات الحاسمه يسجل، ما كان ليونيل ميسي، كان دي ماريا. شوف، انا احب ليونيل ميسي. ميسي افضل لاعب في المنتخب الارجنتيني، عالمي. ميسي يعني تاريخي، بس كل الإعلام كان متجه ميسي وكريستيانو، بس ما كانوا متجهين لهذا اللاعب. طيب لماذا كان دي ماريا مظلوم إعلاميا؟ ليش؟ لأنه ما كان نجم إعلامي، لأنه كان الرجل الصامت الذي يشتغل بصمت ويبدع في صمت ويرحل بصمت. دي ماريا هو لاعب كتب اسمه في كل البطولات الكبرى، وصنع لحظات لا تنسى. وإذا كان الإعلام نسيه، فنحن كمشجعين للكرة لن ننسى هذا اللاعب أبدا إطلاقا. وفي النهاية شارك الفيديو مع شخص لازم يعرف قصة هذا البطل الحقيقي، واكتب لنا هل أن دي ماريا أخذ حقه في الإعلام ولا لا. قبل نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل زر جرس التنبيهات يوصلك كل جديد. السلام عليكم، نراكم في الفيديو الجديد. السلام عليكم.